عمري يا ابويا، ده انا ليا معاه حكايات 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 حكايات، تعال حس. على فكرة كتير حبيت حالي بال 1970، حاطلع كنت حلوة. على فكرة بحب هالنوع من الناس اللي بيكونوا موجودين على مواقع التواصل يعطونا طاقات إيجابية وكلام حلو. يعني هاي المخلوقة يا ريت في زيها كتار، كانت البشرية بألف خير. المهم جايز كتير زهق، يمكن أطلع لفة. على فكرة امبارح فكيت المشد عن إجري، عم بخاف أخبطها يمين شمال لأنه أنا كتير بحرق، بس it's good، يعني it's good، صار وضعي تمام. بس بعدني بقدرش ألبس بوت ولازم أعمل أظافري قريبا قريبا. بحب هدول. لا 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 لا، أنا قليل ما أفتح الريكوست والله، إسا اليوم عبالك أفتحه. المهم قبل فترة كان حوالي 30,000 دولار، واللي قبلها 50,000 وإسا 60. يعني إذا بنجمعهم على بعضهم بيطلعوا 140,000 دولار. بدي حولي مصاري عشان أرد عليه. لا هدول مفاقيع لا. تعبت. ما انحكى لكم انه انا فيكم انتم تستهدفوني بالمصاري؟ ما انحكى لكم؟ طب ما انا معي مصاري، مش بحاجة الناس تدفع عني، ولا مش بحاجة ارد عليك عشان مصاري. مش عارفة هذول الناس اللي تعبت. نجي لموضوع مهم. انا لي فترة عم بنق انه بدي اسافر على دولي يلي يكون فيها هيك راعي وبقر وبيت من قش وكوخ. المهم حكولي نيوزيلندا. ما بعرفش اذا حدا من المتابعين ساكن بنيوزيلندا او كان هناك، I want مساعدة. اكتبولي شو فيها نيوزيلندا اشي حلو. الاشياء اللي عم بدور عليها موجودة هناك. مش عارفة صراحة، عبالي اصحى هيك على صوت الغنم والبقر. ولا مش عارفة، عبالي اعمل اشي جديد بحياتي. في ناس مش فاهمة شو انا بدي، عم بدور عن جد. نفسي اسافر هاي السفرة اللي بتكون هيك، بتكون كثير بسيطة، الفطور يكون كثير بسيط، نطلع على تراك يسوق فينا حدا ويكون هيك في، كيف بدي احكي لكم، يكون في كله شجر شجر شجر، وهذول السيارات القديمين تاع 1900 وإشي اللي بيكونوا كشف، واقعد بهيك سيارات مع الطاقية هاي تاعت الراعي ومش راعي. نفسي اسافر هيك سفرة، بس مش عارفة اي دولة.